النهارده بقى جايبين رجيم 30 40 كيلو في الشهر. والله العظيم والله يا العظيم جماعة يا جماعة الموضوع فيه مهزلة. يعني هو المشكلة مش في اليوتيوب خالص، المشكلة في الناس اللي بترفع فيديوهات على اليوتيوب. أنا مش علامة، كلنا لسه بنتعلم، بس كفاية بجد. حرام حرام عليكم الناس اللي قاعدة بتتفرج عليكم بتضيع وقتها ومجهودها عشان خاطر أنا بقيت شايف هري. أي حد فاهم في التغذية، فاهم في التخسيس، فاهم في الرجيم، بقى كل الناس بتخسس كل الناس. ما كانش حد غلب وما كانش حد بقى تخين. يا جماعة بجد في مهزلة على اليوتيوب، في مهزلة على التيك توك، في مهزلة آه في كل السوشيال ميديا. فعلا الموضوع بقى حقل تجارب. يعني انا مش عايز اقول كلمة تانية عشان ما يبقاش عيب. يا جماعة عقولكوا، عقولكوا فين؟ اليوتيوب مش هيمنع حد انه يرفع فيديوهات، لكن انت عقلك فين؟ انا هوريكوا دلوقتي مهزلة، مهزلة بجد. يعني تعال نشوف. زي ما انتوا شايفين دلوقتي، طبعا بدون ذكر اسماء اي قناة وبدون ذكر اسماء اي اشخاص. 20 كيلو في شهر، 4 كيلو في اسبوع، 30 كيلو في اليوم. هو ايه ده؟ قد ايه ده؟ ما كانش حد بقى تخين يا جماعة. والمشكلة ان الفيديوهات دي هي اللي بتجيب مشاهدات كتير جدا. ما هو انا طبيعي لو انا قاعد، معلش انا اسف لكل الناس اللي بتخش تتفرج، والله انا عامل الفيديو ده عشان خاطر الناس دي. الناس اللي تعبت ودخلت متاهات كتير قوي، عمال تتفرج على الفيديوهات كتير قوي، شهر واتنين وتلاتة وسنة. ما تخشوش يا جماعة الفيديوهات دي، حرام بجد. واللي بيعمل المحتوى ده حرام. الناس دي، الناس سوري في اللفظ، التخينة اللي بتعاني من السمنة. الناس دي عندها مشكلة كبيرة، الناس دي عندها مشكلة نفسية كبيرة، الناس دي عايزة تخس بجد، عايزة حد يساعدها. لو انت مش فاهم، ما تطلعش على اليوتيوب وتقول 20 كيلو في الشهر و30 كيلو في الشهر عشان تجيب مشاهدات. ما تتاجرش بصحة الناس طالما انت مش فاهم. يعني لازم يبقى في وعي. يعني بالله عليكم، ودوا الفيديو ده لكل حتة، لايك وشير عشان ينتشر. قسما بالله العلي العظيم انا معامل الفيديو ده عشان ده مشاهدات ولا نيلة. انا بجد صعبان عليا لما حد يكتب لك 30 كيلو في الشهر و20 كيلو في الشهر وتصدقه. يعني انا لو واحد دلوقتي وزني 100 كيلو وطولي 100، او وزني سوري 100 كيلو وطولي مثلا 160 كيلو، يعني انا عايز اخس مش اقل من 30 40 كيلو. انت متخيل الشكل لما يبقى واحد 160 سنتي، 160 سنتي طول و100 كيلو وزن، شكله هيبقى عامل ازاي؟ انت متخيل ان ده جسمه ممكن يتعدل في شهرين على كلام الناس اللي بتكتب؟ طب انا عايز اشوف يا جماعه حد من اللي دخل اتفرج على الناس دي بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اي اشخاص، هل هو فعلا قدر يخس حتى 15 كيلو او 20 كيلو في شهر؟ مستحيل. ولو ده حصل، ونادرا انه يحصل، غلط. ولو في اشخاص دخلت وفعلا خست اكتر من 10 و15 كيلو في شهر وسابت الرجيم، تنزل في التعليقات دلوقتي وتقول لي ايه اللي حصل لها بعد ما سابت الرجيم، وايه اللي حصل لها اصلا وهي بتعمل نوع الرجيم ده. الوزن الطبيعي اللي المفروض تنزله صحيا بعد ابحاث ودراسات ناس فاهمه وناس درست، من 4 ل6 كيلو في الشهر. يعني من كيلو لكيلو ونص في الاسبوع. ده الرينج الطبيعي يعني العدد الطبيعي للكيلوهات اللي المفروض ينزل من وزنك بشكل صحي وبشكل امن. يعني انت لو واحد عايز تخس 20 كيلو، لما تحط لهم مثلا 4 شهور، مش وحش. 3 شهور ونص مش وحش. لما تبقى وزنك زايد 20 كيلو، ده هيبقى شكلك فيه انك تخين او بتعاني من السمنه وبتعاني من الوزن الزايد. فلما تقعد 3 شهور او 4 شهور عشان تنزلهم، ده شيء طبيعي. من انت قعدت تتخانهم في قد ايه؟ في 6 شهور او في سنه او في اتنين. ال 20 30 كيلو الاوفر، لو انت عامل مؤشر كتله الجسم، بادي ماس اندكس، لما تخسهم في 3 4 شهور 5 شهور، ايه المشكله؟ يا جماعه الرجيم مش استعجال، الرجيم مش سباق. بالله عليكم وصلوا الفيديو ده لاكتر ناس. انتوا مش حقل تجارب لحد. ما تخلوش الناس تقعد تجرب فيكم. الناس دي بتخش تشوف اي نظام رجيم من على الانترنت وتكتب لك صورة مصغرة وهوبا 20 30 كيلو في الشهر. فانت او انتي داخلة تخش تشوفي
ايه ال 20 30 كيلو في الشهر دول؟ بالله عليكم جسمكم امان عليكم، يا تروحوا لحد متخصص يا اما يبقى الكلام معقول. طب انتوا هتسالوني سؤال دلوقتي، انا اعرف منين المتخصص والفاهم من اللي مش فاهم؟ عقلك. عقلك. مفيش حاجه اسمها 30 كيلو، ما كانش حد بقى تخين، كانت كل الناس وصلت للوزن المثالي. والناس اللي بتعالج من نحافه هزودك 20 كيلو في الشهر، مفيش الكلام ده. يعني الموضوع لازم يبقى اللي بيتكلم فيه يا اما دكتور تغذيه يا اما خبير تغذيه، قرا وذاكر وجرب على نفسه قبل ما يجرب على حد. فبالله عليكم حاولوا توصلوا الفيديو ده لناس كتير قوي، عشان في ناس بتستغل حاجتكم. في ناس بتستغل حاجتكم لانكم تخسوا وتوصلوا الوزن المثالي، مش قادرين فعلا يفرقوا ما بين ناس عندها مشكله فعلا محتاجه حد يساعدها، هما بيستغلوا ده عشان خاطر الفيديو بتاعهم يضرب، ما بيراعوش ربنا. ف يعني دور على الكلام المعقول قبل ما تخش تتفرج على اي فيديو. خش في ويب سايت يكون موثوق منه، ويب سايت عالمي، ويب سايت براند. اعرف إيه الرينج الصح اللي انت المفروض تنزله. من كيلو لكيلو ونص في الاسبوع، يوم ما يزيد قوي يبقى رجيم قاسي 2 كيلو. يعني نتكلم برضو ماكسيمم في الشهر 8 كيلو، وانا ما بنصحش بده. ايه المشكله لما تقعد 3 4 شهور 5 شهور تعمل دايت في الاخر توصل لوزن مثالي بدون ضرر؟ في ناس بتقول لك 4 كيلو، وشفنا الكلام ده. 4 كيلو في يوم؟ يعني ايه 4 كيلو في يوم يا جماعه؟ يعني ايه يعني انا اخس 8 كيلو في يومين؟ يعني انا اخس 40 كيلو في 10 ايام؟ يعني انتوا لو بتصدقوا الكلام ده، المشكله ان الفيديوهات دي جايبه مشاهدات كبيره، ودي مشكله كبيره. يعني حاولوا تحافظوا على صحتكم. الفيديو ممكن اكون هايبرت شويه، انفعلت، بس بجد حرام. جسمك اللي ربنا مديهولك، سواء كنت تخين او كنت رفيع او جسمك مظبوط، دي امانه ربنا مديها لك. عايز تحسن من شكل جسمك، دي حاجه كويسه جدا وطموح، وانت شخص مجتهد انك بتحاول تحسن من نفسك، فده مفيهوش مشكله. بس اتجه للي فاهم. تتجه للي فاهم ازاي؟ لما تبقى فاهم ايه المعقول، ايه اللي ينفع يتعمل وايه اللي ما ينفعش يتعمل. اي حاجه عقيله بدماغك، لما يقول لك 20 30 كيلو في الشهر، اعرف ان مفيش حد هيبقى تخين، مش هيبقى في مشكله. لما واحد يقول لك اليوتيوب هيجيب لك مليون او 2 مليون جنيه في الشهر، مفيش حد هيبقى فقير. اعقل الموضوع بدماغك. ربنا مديك عقل علشان خاطر تميز. واتمنى ما اكونش طولت عليكم، واشوفكم في الحلقه الجايه على خير. سلام.